يلا بينا 5 جولات. We have the debut of Faris the Egyptian. Ready, fight! The Egyptian is taking the beating of his life. يعني ده أول فيلم MMA في مصر، تعمل في مصر، وبرضه أنا بحب اللعبة، يعني أنا بتفرج على UFC بفهم فيها، فأنا قلت عايز أدخل، عايز أبتدي التمرين وعايز أعيش الحياة دي حبة. لو استل مننا بنحس ان مكاننا مش هنا، في كل فريق فين المشكله. ويعتبر اول حاجه حصلت في الوطن العربي بتمثل الارض الواقع في الاندر جراوند سين عندنا في الراب، وده هيشجع ناس كتير يبقوا ريليتد اكتر باللي بيحصل بجد، مش حاجات مختلقه. الجيل والسن ده ملوش افلام في الفتره اللي فاتت قوي، افلام تخص سنه، بيتكلم عن سنك، بيتكلم عن موضوعك، فان شاء الله ده ممكن يكون سبب نجاحه. مفيش حاجه بيني وبين فارس اصلا، تقريبا كده الوحيد اللي بيشجعني بجد. شهد طموح يعني اللي يعدي السقف والسما. شهد عندها مثابره، عندها اصرار، ولما بتكون شايفه هدف ليها مش بتكون شايفه حاجه غيره. فعلا حاجه انا عمري ما عملتها قبل كده، وشخصيه غنيه جدا جدا من جواها، مليانه لايرز كتير جدا. انا كنت بتمرن مع ناس بيحضروا لبطولات، فهم عايشين الحياه دي بجد، وانا بحضر لفيلم وكنت بتمرن مع الناس دي، فانا شفت هم بيتمرنوا ازاي، بيفكروا ازاي، بيتعاملوا ازاي في حياتهم، فاتعلمت كتير. وقع تاني بعد ما عرف انه هيباتلنا. في الباتل راب بيبقى فيه اتاك وديفنس، وبيبقى فيه فري ستايلينج، وبيبقى فيه ايرورز، وبيبقى فيه كونفليكتس، بالظبط زي الام ام اي. الفرق ان دي فيزيكال سبورت ودي كلاميه. وكان في زي ما تقولي كده يعني منافسه كده في التمثيل، بس حلوه، وده اللي خلاني انا ما توقعتش. انا قعدت احفظ الدور كويس، لكن لما جيت امثل حسيت ان ايه ده هو لو وجه لي الكلام بالشكل ده بالتمثيل ده انا ممكن انسى نص الجمله ما بعرفش اقولها. يعني كنت حاسه ان انا لو حد فيهم انفعل انا هنسى الكلام. انا مغوار عندي كذا طار، مليون اختيار جوا النار من